من يريد أن يدعم الأقليات بين قوسين والتي أنا أرفض أن أذكرها على لساني بصراحة. كلنا شعب واحد ويرفضها جميع السوريون. نحن أبناء أكثرية اسمها الأكثرية السورية. لا يوجد بيننا أي أقليات. نحن كلنا أكثرية، نحن كلنا سوريون. موضوع بقاء العقوبات في سبيل دعم الأقليات للحصول على مكاسب ما لا يخدم الأقليات حسب المصطلح الغربي. موضوع بقاء العقوبات على المرأة لدعم المرأة وتمكينها في سوريا لا يخدم المرأة. موضوع بقاء العقوبات على الشعب السوري لشروط بناء دولة سياسية ديمقراطية، أنت وأنا نعلم أن بقاءها يهدم العملية السياسية في سوريا. الآن رفعت عقوبات بشكل جزئي تتعلق بموضوع الطاقة والنقل. موضوع مشعب. أنا لا يعني أرجوكم أن تتابعوا الفيديو على الأخير لأنه خطير. نحن الآن فرضت علينا عقوبات ولم ترفع. رفع العقوبات عن موضوع الطاقة وموضوع النقل، من سيدخل ليبني محطة طاقة في 6 أشهر؟ رفع مؤقت. رأس المال جبان. وإذا دخل وبنى محطة طاقة في 6 أشهر كيف سيأخذ ثمنها من فواتير المستخدمين؟ كما في كل دول العالم الطاقة المحطة تبنى من مال الشركة وثم تأخذ أموالها عبر عقد مع الدولة لمدة مثلا 5 سنوات 10 سنوات ثم تستملكها الدولة. من سيأتي الآن ليبني محطة طاقة دون أن ترفع العقوبات؟ كيف شددت العقوبات؟ سأشرح لكم. وأنا أكره أن أطرح هذا الموضوع لأن البعض سيستغله بشكل معاكس للثورة التي انتهت بطبيعة الحال بسقوط النظام. كان يدخل إلى سوريا نفط إيراني ونفط روسي وقمح روسي وبعض المساعدات المالية التي جعلت راتب الموظف $10 أو $20 في مناطق النظام سابقا. والكل يعلم أن في مناطق إدلب أن الأجور الشهرية $150 للعاملين في الدولة. العقوبات شددت. لم يعد يدخل. لم تدخل باخرة نفط واحدة إلى سوريا. أتت سفينتي غاز اشترتها الحكومة السورية. لماذا لم ترفع الرواتب ل400% أو 200%؟ لماذا؟ لأنه لم يدخل دولار واحد إلى الملك المركزي. العقوبات بقيت وبشدة. يعني الذي يريد أن يدعم الطفل ويريد أن يدعم المرأة لا يبقي العقوبات. لا يبقي العقوبات على المرأة وعلى الطفل. العقوبات يعني لن يدخل مستثمر إلى سوريا ليعمل 6 أشهر ثم قد ترفع أو تمدد هذه العقوبات. يعني رأس المال جبان. أرجوكم، يعني هناك مظاهرات يجب أن ندعو إليها في كل أنحاء سوريا في الداخل وفي الخارج للناشطين الإعلاميين. الناشط هادي العبد الله، الناشط جميل الحسن وغيرهم من الناشطين. لماذا لا تدعون إلى مظاهرات كما مظاهرات جماعة النصر؟ جمعة رفع العقوبات، أسبوع مظاهرات، شهر مظاهرات، الآن وجميع العقوبات دون أي نقصان يجب أن ترفع عن الشعب السوري. لا مبرر لبقائها. لا مبرر لبقاء العقوبات تحت أي ظرف. ليس رفعا جزئيا، لأن من يطالب برفع جزئي عن العقوبات سيعطونه جزءا من هذا الجزء. نريد أن ترفع العقوبات بشكل كلي عن كافة مناحي الحياة في سوريا، عن البنوك وعن فتح البنوك الخاصة وعن فتح الشركات والاستثمارات. من يريد أن يعمل الآن في سوريا لا يستطيع أن يدخل. لا يستطيع أن يدخل بشكل تجاري. أين سيضع أمواله؟ أين سيضع أمواله التي سيقوم بإنشاءات فيها وإعمار مؤسسات استثمارية؟ المؤسسات الاستثمارية ليست بيوت. هي محطات طاقة، طرق مأجورة، سكك حديد مأجورة يتم استرداد ثمنها عن طريق المستفيدين. يعني سيأتي محطة طاقة ويبني محطته ثم يأخذ ثمنها من الفواتير التي ستعرض هنا. سيكون لدينا يد عاملة وسيكون لدينا حركة اقتصادية. بقاء العقوبات هذه الفترة يعني يدمر الشعب السوري. أرجوكم يا أيها الناشطين، موضوع خطير. الدولة لا يجب أن تدعو إلى مظاهرات مطلبية، هي مظاهرات شعبية.
هي مطالب شعبية. يعني الدولة لا يستطيع، أو ليس من واجبها أن يخرج رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ليطالب بمظاهرات برفع العقوبات. هم يفعلون ما عليهم. هل تريد أن يكون راتبك يعني رفع إلى 400% دون أن يدخل لتر نفط؟ النفط الذي كان يدخل من مناطق قسد إلى مناطق النظام توقف. هناك حصار اقتصادي، هناك حصار نفطي على سوريا. ماذا أنتم فاعلون؟ الوضع خطير، الوضع كارثي. يعني الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي الذي نمر به. يعني الآن تعلو الأصوات بشكل خاطئ للسباب والشتام على الشتم على الحكومة وعلى الأداء من أين سيأتي؟ بدون اقتصاد، بدون رفع عقوبات؟ يا جماعة العقوبات خطيرة. هي الآن تحارب الدولة، تحاول هدم الدولة. مظاهرات عارمة يجب أن تخرج في داخل سوريا وفي خارجها، ونحن أصبحنا لوبيات في أوروبا وفي أمريكا وفي دول العالم. لماذا أنتم صامتون؟ ماذا تنتظرون؟ يعني هذه الحكومة لا بديل لها الآن. هي حكومة شرعية ثورية، هي حكومة أمر واقع، هي حكومة إسلامية، هي حكومة علمانية. ليس لدينا بديل، ليس لديكم بديل. البديل عن هذه الحكومة هو الفوضى حتما، شاء من شاء وأبى من أبى. جميع السفراء وزعماء العالم يعلمون أن بديل، يعني أن تطالب الآن الحكومة بأشياء لا تستطيع فعلها. يعني كيف ستؤسس؟ يعني يعني إذا كان هناك مؤتمر وطني تدعو إليه دول العالم وتنتظر لرفع العقوبات، يا أخي الكهرباء، المصاريف التي ستكون لعقد هذا المؤتمر لأيام وأسابيع، من أين سيأتي بها؟ من سيدعم هذه؟ وإذا يعني لا نريد الآن أموال لدعم مؤتمر، نريد أموال لدعم مجتمع، أموال تدخل لبناء محطات طاقة تؤدي إلى طلب على الأيدي العاملة، إلى جسور، إلى أنفاق، إلى طرق، إلى سكك حديد، إلى مدارس، مشافي، استثمار. العقوبات هذه يعني تفرض لمطالب غير منطقية، خطوة بخطوة. ماذا تريدون؟ كيف تريدون أن تبدأ الخطوة؟ الحكومة السورية الحالية بعد أن أصبحت شرعية بشرعية الثورة والتي لا بديل عنها، قامت بخطوات هائلة، وهو ماراثون وليس خطوة. منع الاختطال المذهبي والطائفي، والتي كان ينتظر الجميع عند سقوط بشار الأسد أنهارا وبحورا من الدماء، لم تجري رغم بعض التجاوزات هنا وهناك. يعني أن تكون الدعوات طائفية حتمية بأن يعني بعض الموتورون على سقوط بشار الأسد في دول الاغتراب أصبحوا معارضة الآن، أصبحوا معارضة يدعون إلى تثبيت العقوبات ورفعها جزئيا في بعض الأحيان. لماذا تبقى العقوبات ولماذا ترفع جزئيا؟ من يريد التغيير في سوريا عليه أن يدعم المرحلة الانتقالية برفع العقوبات بشكل كامل وشامل عن الشعب السوري. في نهاية هذا الفيديو أرجوكم انشروا منشورات وصوروا فيديوهات بأسمائكم. من يسمع هذا الفيديو ولا يشارك في هذه الحملة يعني هو عدو لهذا الوطن. حملة رفع العقوبات، المظاهرات، المطالبات الشعبية برفع العقوبات يجب أن تبدأ الآن وليس غدا وليس بعد غد. أرجوكم يا من سميتم الجمعة في سوريا كما كنا نسميها في بداية الثورة، سموا الآن جمعة اسمها مطالبة برفع كامل العقوبات عن الشعب السوري، جمعة وسبت وأحد وفي كل أيام الأسبوع التي أصبحت متاحة الآن لنا. أرجوكم أيها الناشطين، المواطن العادي، اكتب منشورا على صفحتك يعني اخسر 10 ثواني، مطالب بمظاهرات شعبية لرفع العقوبات عن الشعب السوري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.